مساء الخير عليكم، واخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الواحد نفسيته النهارده مختلفه شويه وفرحان شويه علشان الزمالك لعب امبارح مباراه ولا اجمل ولا اروع. الزمالك قابل غزل المحله امبارح وانتهت المباراه 4-0 لنادي الزمالك. عندي بقى سؤال، واحنا ليه ما نبقاش دايما بالحلاوه والطعامه اللي حصلت امبارح دي؟ انت عارف ان انت كلاعب في نادي الزمالك انت المتحكم الرئيسي في نفسية الشخص الزملكاوي أو المشجع الزملكاوي. لما بتكسب وبتلعب بمزاج جمهور الزمالك نفسيته بتبقى مبسوطة وبيبقى بيضحك زي ما انت شايفني كده. أنا صاحية النهاردة مبسوطة، حابة الحياة. أنا عايزة أفضل حابة الحياة دي، لأن انت لما بتخسر أنا بتشل وبعاني بقى وبقابل الناس أمد ايدي عليهم في الشارع. فليه ما نفضلش كده كل ماتش بكم الحلاوه والجمال والتناغم اللي شفناه في الملعب ده، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه كنا بنلعب برجوله؟ ليه بقى ما نستمرش بقى في القصه دي؟ اللي حصل امبارح ده يثبت لك ان احنا مش فريق ضعيف على فكره خالص، ولكننا فريق مزاجنجي، وده غلط. انا عايزاك تبقى مزاجنجي في الملعب، تبقى مزاج كده وانت بتجيب لي الاجوان، تشغل مزاجك كده في ابداعك في الجون، احبك واطلع اسقف لك موت. لكن تبقى مزاجنجي في ان انت تنزل تلعب، لا انا هلعب بمزاج وحش وهخسر وخلاص عشان انا عندي. ارمي مزاجك على جنب، عايز تتمزج انزل اتمزج في الملعب زي ما اتمزجت كده امبارح انتوا كنتوا بتعزفوا لنا، بتعزفوا وبتلحنوا واحنا بنقول الله. احنا بقى عايزين نفضل نقول لك الله. ناصر الهيج الميج ورامي ربيعه. رامي، عايزه اوجه لك شكر من هنا للسنه الجايه، لان انت كل ما بتعمل كده تطلع منك اوت. يوم ناصر منسي يشوفك يتضايق، يقوم عامل ايه بقى؟ يقوم عامل لك كده، بس بتطلع ان مش اوت. فانا عايزاك تستمر في هذا الاحتفال، لانه ينقلب بالعكس لناصر الهايج المايج ويصبح هايج ومايج اكتر الى ان اصبح حاليا هداف الدوري. فشكرا لرامي ربيعه، كفيت ووفيت. انا حاسه ان انت زملكاوي من جوه، فشكرا جدا على الاحتفال يا راموشكا، تسلم لي يا غالي. ناصر الهايج المايج، نتمنى تألق اكبر واكبر واكبر، وجماهير الزمالك هتفضل دايما في ظهرك. نخش بقى ونشوف لجنه الانضباط بتقول ايه. لجنه الانضباط حصل كلام انه لجنه الانضباط طلعت الايقافات، وايقاف جوميز 6 مباريات وغرام. هو ده اللي يهمني في الايقافات اللي نازله، يعني مالناش دعوه بالناس الاخرين، ولكن هنتكلم على جوميز لانه هو اللي يخصنا. يعني ايقاف جوميز 6 مباريات وغرامه. طيب بالعقل وبهدوء، 6 مباريات عمل ايه؟ هل هو اغتصب الكرة وفي شهود على ذلك؟ ولا هل هو اتظبط في علاقة غير شرعية مع الشبكة؟ ولا ايه اللي حصل تستدعي انه ياخد 6 مباريات ايقاف بلس غرامة، في حين اللي سب الدين اخد ايقاف مباريتين فقط؟ حسين الشحات لما سب الدين وضرب الشيبي بالقلم اخد ماتشين. فايه اللي عمله جوميز؟ ما هو معنى كده لما سب دين ربنا يبقى ماتشين، اذا لما جوميز تسمع ان هو 6 يبقى عمل كارثه. فالكارثه دي بقى يا جنحه يا جنايه. لا هي مش جنايه، مش جنحه، يا جنايه، عشان زعق مع الحكم. فانت ازاي تزعق مع الحكم؟ يعني هل عندنا الحكم مقداره استغفرك ربي واتوب اليك اكبر من دين؟ ما احنا لازم نوازن الامور، ما احنا بنعلم اجيال. فلما نعلم اجيال بتطلع كلها بتنشأ على حب كرة القدم، يلاقوا من ضمن اللوائح والقوانين انه سب الدين والضرب على الوجه اللي ربنا نفسه حرم الضرب على الوجه. نقول له ان ده مباريتين، ولكن انك تتخانق مع الحكم او حد يا شيخ، ده لو شتم الحكم 6 مباريات. فانت هتقول ايه للاجيال اللي هتطلع وتنشأ على حب كرة القدم لما تيجوا يقروا القوانين دي؟ انا عايز افهم، هو يعني انتوا هنود يا جدعان؟ انتوا بتعبدوا البقرة الحلوب؟ مفروض اي حاجة هتتبعها اجيال لازم تبقى تربوية، هي مش ترفيهية فقط، ولكنها في نوع داخلي بتبقى فيها قرارات تربوية. فانا لما اسمي لجنة الانضباط، يعني انا اللي بضبط الدنيا علشان يبقى فيه نظام، علشان يبقى فيه أدب. إذن أنا لما يجي لي عيل صغير ويكبر على حب كرة القدم يقول لي إيه اللوائح والقوانين، أقول له لا، لو سبيت دين ربنا هتتوقف مباريتين، لكن لو أضربت للحكم أو احتكيت بالحكم بأي شكل من الأشكال 6 مباريات. فلك أن تتخيل عزيزي المشاهد اللي هينشأ ده اللي هو الطفل لما يشوف القوانين واللوائح دي هيبقى عامل إزاي؟ هيفتكر إن سب دين ربنا ده شيء عادي. إذن إحنا لازم نراجع فكرة اللوائح والقوانين تاني، ونعرف كويس جدا أن الذات الإلهية
اكبر حاجه في الحياه، ربنا اكبر حاجه في الحياه، كده كده يقلبها لك. فانت دين ربنا ما ينفعش يتمس باي شكل من الاشكال، وما ينفعش الاهانه، ما ينفعش ان انا اضرب على الوجه، وما ينفعش حاجات كتير كتير كتير. ولكن التدرج بيبقى من اعلى الى اسفل. الاعلى فين؟ هو دين ربنا. فقلنا مليون مره عيب احنا اللي نطلع نقول لكم يا جماعه قدسوا الدين، واعرفوا كويس جدا انه هنا خط احمر. اي حاجه بعدها، عارف، لو قدست لي الدين والسب الدين ده بيبقى عليه 20 مباراة، وجيت بعد كده قلت لي جوميز ده هياخد 10 مباريات، هقول لك انا موافقة جدا جدا جدا، لانك تدرجت التدرج الصحيح. القوانين دي لو هي فعلا القوانين اللي نزلت خلاص النهاية، ولكن لو مش النهاية اتمنى يحصل مراجعة شوية قوي ونشغل الدين شوية. انضفوا الكابتن احمد عيد عبد الملك اللي مننا كلنا كل الاحترام والتقدير، واحنا بنحبه جدا جدا وبنحترمه جدا طبعا. طلع بعد الماتش، كلنا طبعا شفنا اللي حصل في الماتش، ولكن بعد الماتش بيطلع علينا اعلاميين كل واحد بيصنف الموضوع على مزاجه. فقالوا لك ايه؟ قالوا لك بيرموا كلام، يعني بمعنى اصح بيرموا كلام انه احمد عيد عبد الملك هو اللي فوت الماتش للزمالك علشان زملكاوي، وكأن الزملكاوي دي او كون اي مدير فني سواء زملكاوي او اهلاوي هتفضل دي اكنها وصمه عار، اللي هو انت زملكاوي ايه ده لو قابلت الزمالك يبقى هتفوت له، ده لو الزمالك كسب. طيب لو اهلاوي، لا لو قابلت الاهلي يبقى هتفوت له، ما انت اهلاوي خلاص. طب خلاص بقى يبقى نقتلهم، نقتل المديرين الفنيين دول، اي واحد ليه انتماء للاهلي او الزمالك نقتله، وما نخلوش يدرب اي فريق خالص، علشان نخلص من قصه اصل بيفوت اصل بيعمل، ونبدا في قصه سوء الظن. طيب طلع علينا الاعلامي الشهير الكابتن شوشو، وطلع رمى كلام فيما معناه سم بنحطه تحت الترابيزه، وهو ده اللي بنقوله على الاعلام 24 ساعه مش هيبطلوا، هم اساس الفتنه والله. البعض من الاعلاميين هو اساس الفتنه بين الجماهير. طيب طلع قال لك رمى كلام انه الخلاصه انه كابتن احمد عيد مفوت الماتش للزمالك علشان زملكاوي. ثانيه واحده، خلينا كده نبص عزيزي المشاهد على الشاشة ونشوف المصري لما قابل الأهلي كسب كام. بص لي على الرقم ده، كسب الأهلي 4-0. طيب يعني نفس النتيجة بتاعت امبارح. بص بس إلهي يسترك كده على المدير الفني للفريق، بص بس إلهي يسترك كده، بص عليا هتلاقي تحت علي ماهر ايه مفوت الماتش للأهلي. علي ماهر فوت الماتش الاهلي يا جماعه علي ماهر فوت الماتش الاهلي، ما هم ما فيهاش 4-0 نفس النتيجه، وعلي ماهر الاهلاوي، اذا نفس المقياس. انا بديك الميزان بقى، ما دام انت بتلعب عليا تعالى العب عليا وعليك، انا وانت تعالى نتحاسب كده. علي ماهر، احمد عيد عبد الملك، زملكاوي اهلاوي، 4-0. لو انا مفوته تبقى انت مفوت، لو احمد عيد مفوت لي فانت علي ماهر مفوت لك. طب تعالى بقى نبص كده، المصري لما قابل الاهلي في اخر 3 مباريات ايه اللي حصل؟ اخر 3 ماتشات بين الاهلي والمصري 0-1 للاهلي، 4-0 للاهلي، 2-1 للاهلي. الله، ده معنى كده ان علي ماهر كل لما بيشوفك بيفوت لك، ولا انا غلطانه؟ انا بمشي بنفس المبدأ بتاعك، لو هنمشي بنفس النهج يبقى انت بيتفوت لك ماتشات. تعالى بقى كده نبص على غزل المحله. طيب تاريخ مواجهات الزمالك مع غزل المحله اتقابلنا قد ايه؟ اتقابلنا 90 مباراه. ركز، الزمالك فاز كام في ال90 دول يا باشا؟ فاز 54 مباراه غير مباراه امبارح. يعني بمباراه امبارح احنا كده فايزين كام؟ 55 مباراه. خلينا بقى في قبل ايه؟ قبل بتاعه امبارح دي يا باشا وقبل التفويته، انا فايزه 54 مباراه. متعادله كم مره؟ 22 مره. طب خسرانه كم مره؟ 14 مباراه. من اجمالي 90 مباراه انا خسرانه 14. بيتفوت لي؟ طب انا على طول اهو 55 بامبارح، 55 مباراه كسباه، 55 مباراه. اشمعنى مباراه امبارح؟ عشان احمد عيد عبد الملك يبقى علي ماهر بيفوت. الكلام ده لو الغزل المحله واخدني رايح جاي 24 ساعه، كل ما يشوفني يسقف على وشي، كل ما يشوفني وانا حالي زي ما هو، لا عملت صفقات ولا عملت جديد في فريقي وفريقي ضعيف وخلافه، ففزت عليه.
هنا يستدعي الشك شويه، ولكن لما ابقى كسباه في 90 لقاء، كسباه 55 مباراه ومتعادله معاه 22 مره. طب ما غزل المحله قابل الاسماعيلي انتهت المباراه بنتيجه سلبيه. طب ما غزل المحله قابل الجيش انتهت المباراه 2-3 للجيش. اللي عايز يفهم واللي عايز يشغل عقله هيشغل عقله، ولكن اللي عايز يلاقي اي ثغره يسبب بيها او يتفه بيها من الفريق الاخر علشان خاطر نادي الزمالك نتفه منه ان نادي الزمالك لا يملك القدره ان هو يجيب 4 تجوال، فعملها كتير قوي. عملها كتير القصه دي، عملها كتير قوي وعمل اكتر منها كتير قوي. ولكن احنا عايزين نوجه الرأي العام، عايزين نهيج الجمهور على ان ايه، الحقونا يا جماعه، احمد عيد بيصهين للزمالك وبيفوت لهم والزمالك غير مستحق للمكسب ومعرفش ايه، ويلا نعمل فتنه ما بين الجماهير ونقلل من نادي الزمالك بجمهوره بفريقه بدنيته. ما هو وجه الاستفاده؟ نفوت لبعض، يبقى علي ماهر بيفوت لك وحاطط لك النتائج. لكن لو هنمشيها بالمجهود فشيء طبيعي. انت غزل المحله بيلعب بالزمالك، غزل المحله بيلعب بالزمالك، واحمد عيد عبد الملك دوت راجل محترم وراجل بعيد تماما عن الشبهات. الراجل ده اللي ساعد بفريقه للممتاز، الراجل ده اللي كون يعني يعتبر كون فريق جديد، الراجل ده اللي تعب مع فريقه كويس جدا. ولكن خليني اقول لك ان انا متاكده ان سبب الضغط ده وسبب الكلام وسبب الفتنه وسبب الحاجات الكتير اللي بتعمل فتنه ما بين الجماهير فقومت الجماهير فقومت الاعلام وخلافه، خلت احمد عيد عبد الملك يعلن فجرا انه هو هيسيب غزل المحل وهيفسخ العقد بالتراضي. اعلن ده على صفحته الشخصيه. انتوا عايزين احمد رفعت جديد، انتوا عايزين احمد رفعت جديد. انا افتكرت ان احمد رفعت ده هيفوق الجميع، ولكن انتوا دايما بتحربوا ان انتوا تخلوها حرب مش كوره للترفيه ابدا. انتوا هتموتوا يعني هتدمروا نفسيه بني ادم تاني، وممكن شخص يموت جديد تاني بسبب اللي انتوا بتعملوه. بتهينوا شخص، انتوا مش عارفين يعني ايه تهينوا شخص. تهينوا شخص لمجرد انك انت وهو شخص امتلك المنصب وامتلك المال وامتلك شاشة يظهر عليها فالناس تسمعه وقطيع يمشي وراه ويصدقه بدون ما يرجع لعقله ويحكم عقله. فبتدوس على البني ادمين، انت وهو بتدوسوا على البني ادمين. مش مهم نفسية الشخص ده تتدمر، عادي. مش مهم مستقبله يروح، عادي. مش مهم سمعته تروح، انه غير جدير بالثقة، عادي. كلنا شفنا حمقة كابتن احمد عيد عبد الملك في الماتش. طب ما في لاعبين كتير قوي وبتروح أندية أخرى، بتمشي من الزمالك بتروح فريق آخر، وبتمشي من الأهلي بتروح فريق آخر. هو اللاعبين دول لما بتروحوا تلعبوا الفريق الآخر ده مش بيقابلوكوا؟ هل هم بيفوتوا لكم برضو؟ واحنا بيتفوت لنا؟ ما بيتفوت لناش. بمجرد ما اللاعب لبس تيشيرت النادي الآخر ده بينسى انتمائه على جنب، خلاص في أمانة هو شايلها على كتفه. كلنا شفنا احمد عيد عبد الملك كان محموق ازاي، ولدرجه ان هو خد انذار وكان وارد جدا ياخد طرد. دي حمقه واحد عايز يفوت الماتش. طب هو اللي قال للاعب يطرد؟ هو اللي قال للاعب اعمل فعل يستحق الطرد؟ هو اللي قال للاعب اضرب بالستارز كده في وش الواد، جرح له في وش ايشه كده، جرحه له خليه ينزل دم؟ ولا الدم ده كان فيك محطوط في الجزمه وحطيناه على وش؟ لما حط الجزمه على وش الواد الدم اتسرب من الجزمه. ما هي تمثيليه بقى علشان نفوت. هو كان يعرف الكلام ده كله ولا ده شيء بتاع ربنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، اقسم بالله لا تتحاسبوا، والله 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 لا تتحاسبوا. ربنا هيحاسبكم حساب عسير على يعني تدمير نفسيه الاشخاص بالشكل المهين ده. يبقى عايزين نبقى عارفين ان الجزء دوت من الحلقه هيفضل ثابت معانا، الا وهو ايه؟ خلاص احنا في شهر 12، شهر 1 جاي عايزين صفقات. فالجمله دي هقولها في كل فيديو انت هتشوفه في الفتره الجايه، عايزين صفقات. لازم نفضل، وكلنا لازم نفضل ورا مجلس اداره نادي الزمالك ان احنا نقول عايزين صفقات. كلنا عارفين الاحتياجات، ولكن ارجع تاني وانوه ولازم نركز في الجزئيه دي الاول. مجلس الاداره انت غير مسموح بيك ان انت فلان يختار
لاعب، وفلان يختار لاعب، وفلان يختار لاعب، وكل يتعاقد مع اللاعب على حده، ولكن القرار في الاول والاخير للمدير الفني. حضرتك جايب مدير فني ترجع له هيقول لك عايز 1 2 3، ليه رؤيه فنيه في 1 2 3، اقعد اتناقش معاه، هات له الطلبات اللي هو محتاجها واللي انت ادرى وعارف ان الفريق محتاجها. ولكن الاختيار الفردي هيؤدي بينا الى الهلاك. فالله يرضى عليك، عايزين نكملها على خير. دي كانت اخر نقطه معانا. وقبل ما نقول لكم سلام، عايزين نقول الف سلامه على الونش عودا حميدا، وربنا يبعد عنك الاصابات ويبعد عن لاعبين الاصابات، واللاعبين المصابين يرجعوا لنا بالف سلامه. اشوفكم الفيديو الجاي.